هاي، ازيكم؟ بما اني ما بصورش بقالي فتره طويله فقررت ان انا اعمل زي فلوج سريع كده. مش عارفه اصلا هنزله فيديو قصير او هنزله ايه، بس على حسب ما يطلع يعني هنزله. فقررت ان انا اخدكم معايا وانا بذاكر الاحياء، او المفروض ان انا عايزه المها يعني. فانا امبارح يعني عملت زي دي كده تو دو ليست، مش باينه عشان فلاش. المهم يعني حاطه فلاش في عينيا هيعميني تقريبا، بس عشان ورايا في اضاءه فلو سبتها كده هيبقى كأن قصص الانبياء ورايا. المهم anyways تعالوا بقى شوفوا، انا كتبت هنا الدروس اللي عندي ورجعت اول 3 دروس اللي هم يمثلوا الفصل الاول. فالمفروض ان احنا على الاقل دلوقتي نراجع الفصل الثاني كمان اللي هم برضو كمان 3 دروس. مش باين الكلام، مش مهم يعني. المهم يعني احنا المفروض نقعد نراجعهم. برضو انا هراجعهم بطريقه ان انا يعني مش بسمعهم، بس اللي هو يعني انا كده كده مذاكرهم الحمد لله قبل كده، فالموضوع مش صعب عليا ان انا اراجع بس اللي انا كنت مذاكراه قبل كده، وفي نفس الوقت احاول ان انا اثبته اكتر باني بشرحه لنفسي وبسمعه لنفسي، مش مجرد بس ان انا براجع او بقراه بس. الطريقه دي ناجحه جدا بصراحه، جربتها بتخلي المعلومات تثبت، وبالذات الاحياء فيها معلومات كتير جدا فمحتاجين ان احنا نبقى حافظين كل حاجه فيها. الكائنات او النباتات الارقى يتم دخول الغازات بالانتشار، وتحتاج الى انسجه نقل متخصصه في نقل المواد المحميه والمواد الغذائيه. انسجه الخشب تكون نقل المحميه جزء الرصيد. خلصنا اول درس في النقل، تاني درس في النقل 100 100. تالت درس في النقل انا بصراحه كنت اكتب اسمه تاني لان هو اسمه برضو تابع النقل في الانسان، فاحنا مش فاضيين بقى، انا كتبته كده وخلاص. خلصنا التنفس، انا خلصت الاثنين مع بعض بس ما عملتش الحاله دي، فحبيت اعمل معاهم الاثنين مع بعض عشان نخلص بقى مره واحده. بس كده الاحياء دن. وبس كده انا خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا مش عارفه اصلا بصراحه هنزله ولا لا، بس انا اصلا كنت عاملاه عشان اشجع نفسي ان انا اكمل واخلص، لان الواحد بقى الفتره دي كده عمال يسوف وعمال يكنسل حاجات وكده وبيتاخر واحنا داخلين على امتحانات. فحبيت ان انا اعمل الفيديو عشان يشجعني، فيا رب يكون شجعكم انتوا كمان، وقولوا لي لو حابين نعمل حاجات زي كده تاني. بس